اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك. ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك. يا رب، اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك شفاءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا في بطن الأرض. اللهم اغفر لنا حين نقوم أمامك غدا يوم العرض. يا قريبا غير بعيد، يا صاحب كل وحيد، أخرجنا من كل ضيق إلى أوسع طريق، فأنت عوننا على دفع كل ما لا نطيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والورد والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. بقالي فترة كده ما نزلتش فيديوهات، وحشتني جدا تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتسعد قلبي. وحشني قوي قوي كل حاجة كده، ايه بتابع بيها الفيديو وبتابع تعليقاتكم وبتابع كل حاجة. الموضوع ده وحشني قوي بجد. فترة كده وعدت الحمد لله. يلا بينا بقى نبتدي كده في روتين يوم جديد ان شاء الله يعجبكم ويديكم تحفيز وطاقة حلوة جدا. ولو اول مرة بتشوفيني، انا اختكم مهزيد، يسعدني جدا جدا وجودك معايا في القناة. ولو على طول بتشوفيني ودايما بتكتبي لي تعليقاتك الجميلة، عايزة اقولك ان انا محتاجة قوي قوي الفترة دي تعليقات حلوة كتير عشان تشجعني كده وتحمسني، وابتدي بقى تصوير معاكم فيديوهات ان شاء الله تشجيعية كتير الايام اللي جاية. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما ندخل في روتين يومنا نستعين بالله ونقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. أول حاجة لازم تبدأي بيها يومك هي الفطار، حتى لو حاجة بسيطة. أنا عملت كده سندوتش كده بيض مقلي وكوباية شاي بلبن، وجبت كمان حاجة مسكرة كده علشان تنشطني كده وتديني تحفيز كده وطاقة. طبعا الفترة دي كلنا كده عندنا خمول وكسل ومش قادرين نعمل حاجة، بس لازم كده ننشط نفسنا علشان كمان نحافظ على اللي عملناه في العيد. احنا نضفنا البيت نظافة حلوة قوي، لو سبناه كده وأهملنا فيه هيرجع تاني يتسخ جامد قوي، وهنرجع نعمل مجهود كبير عشان ننضفه. لكن لو حافظنا عليه كده أول بأول ان شاء الله يفضل كده على طول نظيف. فترة بقى الصيف دي عايزين بقى كده ايه نهوي بقى الشقة تهوية حلوة، نشيل السجاد الزيادة علشان الحر، يعني ايه نخفف كده كمان على نفسنا الترويق. لو انتي بقى عاملة شقتك كلها سجاد ومكربساها كده حاجات، هتلاقي نفسك التنظيف برضو ايه صعب عليكي. لكن حاولي على قد ما تقدري ان انتي ايه تحطي كده حاجات خفيفة. انا لسه ما شلتش فرش العيد ولا حاجة، بس ان شاء الله هشيله برضو الفترة اللي جاية دي. هخف كده على نفسي شوية حاجات، بحيث ان انا مثلا لما انضف يبقى كده ايه نظافة سريعة. خصوصا ان الصيف بيحب برضو المية، وبيحب ان انتي مثلا تنضفي كده الأرضية بشوية معطر كده تديكي ريحة حلوة وطاقة إيجابية حلوة. فلازم بقى ايه لو في سجاد كتير وحاجات كتير لازم نشيلها بقى عشان ايه نريح نفسنا شوية من هم بقى التنظيف وكده. المهم كده اول حاجه بدات فيها الفطار، لازم كده عشان ندي لنفسنا طاقه كده لجسمنا حلوه. افطري بقى كده ايه على قد ما تقدري، سندوتش جبنه، سندوتش بيض، نسكافيه، شاي بلبن، اي حاجه كده ايه تظبط معاكي اليوم وتديكي كده طاقه حلوه. خلاص بقى خلصت الفطار، قلت بقى اخش على اوضه الاطفال. بصراحه كانت محتاجه بقى ان الملايات بتاعتها تتغير. الملايات عندي كانت من العيد، فضلت فترة طويلة قوي، بس احنا ايه مش بنداول قوي في الأوضة، يعني مش بننام فيها كتير، مش بنقعد فيها كتير كده يعني. المهم بقى ايه قلت اغير بقى الملايات بتاعتها. دي كانت ملايات انا كنت لسه فرشاها جديده في العيد، فقلت بقى ايه هعينها كده لغايه ايه ما يجيلي كده مناسبه ان شاء الله قريب، تبقى مناسبه حلوه افرشها تاني، عشان برضو العيد مش معتاده عليها قوي، فتبقى حاجه جديده كده ان هي تتفرش. ان شاء الله الايام الجايه فيها مفاجآت حلوه هقول لكم عليها، بس ان شاء الله لما يجي وقتها. قلت بقى كده ايه اغير الملايات بقى كده وادخل كده ايه الشمس بقى. بصوا كان الجو حلو قوي قوي النهارده، رغم ان هو كان فيه لسعة حر كده، بس كانت الشمس حلوة قوي.
إن هي بقى تخش الأوض كده وتعقّم لِك الدنيا، حاجة حلوة جدًا. غيّرت بقى كده الملايات وحطيت بقى الملاية الفاتحة دي، باحب أوي الملاية دي أحطها، هي قديمة كده شوية بس أنا بصراحة باحبها أوي لإن هي بتفتح كده، يعني الفواتح بتدّيكِ وسع وبتدّيكِ كده إيه راحة للعين، وبتحسي إن أنتِ كده إيه في حاجة جديدة كده محطوطة، خصوصًا لمّا بتحطي ملاية فاتحة بعد ملاية غامقة، بتحسي إن الأوضة اختلفت خالص. المهم بقى إن أنا فرشت كده الأوضة دي، وبعدين بقى هاجيب المكنسة الكهربائية وهاشفّط الأرض. الحمد لله إن تنظيفات العيد عاملة معانا واجب وزيادة، مخلية الشقة معانا كده هتفضل مريحانا فترة كبيرة، إن إحنا برضه إيه مش هنتعب نفسنا فيها كتير. ومش عارفة بقى أنتم زيي كده والّا لأ، بس بعد العيد كده ماسكني كسل مش طبيعي، كل ما أقول لنفسي أقوم أشتغل ألاقي نفسي قاعدة والحركة كده بتاعتي تقيلة أوي، والمخ كمان مش راكب إن أنا أقوم أعمل أي حاجة، مش قادرة أقوم أعمل أي حاجة. بس قُلت لنفسي إيه، مش لازم برضه أبدأ بداية كده عنيفة وأعمل حاجات كتير، لأ أبدأ بأي حاجة كده صغيرة، حتى لو تغيير الملايات، كنس بالمكنسة الكهربائية بس، المهم إن أنا إيه، أتحرك، لإن أنا كل مرّة باقوم واشتغل ولو نُص ساعة باكتشف كده إن المزاج بيتحسن شوية بشوية. والكسل بيتفك كده منِّك. جرّبي كده تبدئي بحاجة بسيطة، حتى لو هتعملي مثلًا إيه، كوباية شاي صغيّرة كده، هتحطّي خطة كده لليوم عندِك، هتلاقي نفسِك خلّصتِ حاجات كتير من غير ما تحسّي. يعني قولي مثلًا لنفسِك إيه، أنا النهارده هاغيّر ملايات الأوض بتاعتي كلّها، وهارُش كده مُعطِّر وهاكنس بس كده كنسة خفيفة في الأرض، هتلاقي نفسِك اتشجّعتِ وممكن كمان تخشّي على المطبخ، ممكن تخشّي على الحمّام. المهم إن أنتِ تشجّعي نفسِك كده بحاجة بسيطة، ما تكربسيش كل حاجة فوق دماغِك، علشان تحسي إنِك هتحسي كده إن أنتِ إيه، عندِك حاجات كتيرة أوي ومهام كتير، فهتلاقي نفسِك مش هتعمليها. لأ، حاجة بسيطة بحاجة بسيطة، المهم تقدري تحافظي على بيتِك بعد كده إيه، نضافة العيد. ما تلوميش بقى نفسِك لو حسيتِ بتعب أو خمول، إحنا برضه بشر ومش لازم يعني كل يوم نكون بيتنا خلاص 100%. لأ، قسّمي شغلِك كده لمهام صغيرة، وما تكبّريش الموضوع على نفسِك، حتى لو قُمتِ بس عملتِ حاجة واحدة بس، دي بداية وكل يوم هيكون أسهل من اللي قبله. خلاص بقى كده خلّصت الحمد لله تنضيف الأوضة. على فكرة ده كان أنا برضه كمّلت كده في الروتين وعملت حاجات كتير، بس كان بعد الغدا. إن شاء الله بقى أكمّل الروتين معاكم بكرة إن شاء الله، عشان ما حبيتش كده إن أول روتين ليّا بعد العيد يبقى كربسة وحاجات كتير فيه. حبيت كده برضه إن أنا أخفِّف عليكم وأسهِّل عليكم وتبقى روتيناتنا كده الأيام الجاية سهلة وسلسة، خصوصًا اليومين دول الجو حَر جدًا، مش محتاجين بقى إن إحنا نعمل مجهود في الشقة كتير ولا نقف في المطبخ كتير ولا الكلام ده. إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية كده تبقى في أكلات سهلة وبسيطة، وحاجات كده سهلة إن شاء الله تعجبكم كده وتشجعكم. خلاص بقى خلّصت كده الأوضة الحمد لله، قُلت بقى أخش بقى أعمل لهم غدوة حلوة كده، لإن أنا بصراحة برضه من بعد العيد كنت مقصّرة معاهم شوية كده في الغدا. يعني بقى أنتم عارفين العيد ده يعني أكل وفتة وحاجات كتير، وأنا ما صوّرتش والله لإن أنا كان معظم وقتي في العيد نوم، واخداه نوم. مش عارفة ليه كده بصراحة، العيد ده كان أكتر. أنا يعني عامةً باحب إن أنا أصحى بدري في العيد، وباحب إن أنا أستمتع بيوم العيد من أوله لآخره، بس العيد ده كنت واخداه يمكن كلّه نوم، فكنت إيه، مقصّرة شوية في موضوع الأكل والحاجات دي. فقُلت بقى كده أعمل أكلة حلوة النهارده، هاعمل كده صينية رقاق، وهاعمل لحمة اللي هي الشرايح دي، هاعملها بطريقة حلوة أوي. طبعًا تعصيجة اللحمة كلّنا عارفينها دي لصينية الرقاق. تعالوا بقى أقول لكم على شرايح اللحمة دي، أنا باعملها بصراحة بتطلع مني حلوة أوي. باجيب كده حتة سمنة في الصينية اللي أنا هاعمل فيها، وباجيب باسخّنها حلو أوي، وباقوم جاية نازلة عليها بشرايح اللحمة. لو شرايح اللحمة عندِك سميكة أوي، ممكن تجيبي المدق وتدوقيها بيها أو إيد الهون، أو شوكة مثلًا تفضلي إيه، تنغّزيها فيها كده أو أي حاجة بس تطرّيها شوية، عشان ما تبقاش تشِد معاكِ وأنتِ بتاكليها. لازم بس تطرّيها كده شوية، لكن لو هي السميكة يعني الشريحة بتاعتها مش سميكة أوي، رفيّعة كده شوية، خلاص بتستخدميها على طول. باجيبها بقى كده وباقوم جاية عاملاها على الوجهين كده، محمّراها على الوجهين في حتّة السمنة، وباجيب بقى شرايح بصل باحطها عليها وبافضل كده أقلِّب فيها لغاية ما البصل إيه، يدبل كده حاجة بسيطة. الأكلة دي حلوة أوي وسريعة، ما بتاخدش معاكِ وقت على فكرة في السِوَى، لإن شرايح اللحمة رفيّعة، فبتستوي معاكِ بسرعة جدًا. وبتجيبي كمان بقى فلفل لو عايزاه حراق أو عايزاه بارد زي بقى ما أنتِ إيه، ما بتحبي. أنا طبعًا جِبت كده قرن فلفل مش حراق، بارد عشان خاطر أولادي ياكلوها، وحطيتها كده عليها.
وبعدين بقى هتحطي بقى البهارات اللي انت بتحبيها، حطي بقى بهارات لحمة، 7 بهارات، لو عندك اللي هو الحبهان مطحون والورق اللوري والحاجات دي مطحونة حطي برضو. انا كان عندي برضو حطيت كده ربع معلقة، بتديها نكهة حلوة قوي. اي بقى بهارات بتحبيها، هو الطب بتاعها الفلفل الاسمر، وانا ما كانش عندي فلفل اسمر فحطيت كل البهارات ما عدا الفلفل الاسمر. بس بصراحة اللي بتوديها في حتة تاني خالص الفلفل الاسمر، كده لما تكتريه فيها بتديها طعم حلو قوي. عايزه بقى تحطي مرقايه، عايزه تحطي اي بقى جوز الطيب، انا عن نفسي مش بحبها قوي في الاكل، اللي تحبيه حطيه، بس هتطلع حلوه جدا لان هي يعتبر البهارات هي اللي بتظبطها ظبط حلو قوي. هي عامه بتستوي في العرق بتاعها، بس لو لقيتيها كده ممكن تتحروق منك من الجناب او حاجه ولسه ما استوتش ما فيهاش سوائل، هي لازم البصل والفلفل ينزلوا الميه بتاعتهم. لكن لو ما حصلش ده انت ممكن تساعديها كده بربع فنجان بس ميه ولا حاجه، وتغطي عليها كده تغطية حلوة، هتستوي وهتبقى زي الفل. الحمد لله بقى كان عندي شوربة حطاها في الفريزر. بصوا الشوربة لما تتبقى منك حطيها في كيس تلاجة، حطيها في الفريزر، هتنفعك جدا في اي يوم انت عايزة تعملي فيه حاجة زي دي مثلا. يعني انا هو عندي لحمة بس مش هيطلع منها شوربة، فالشوربة بقى هتنفعك في كده قوي. كنت عايزة اعمل صينية رقاق، وطبعا الرقاق لازم له شوربة، فطلعت بقى كيس الشوربة كده من الفريزر، وقمت جايه بقى فكاه كده على النار، وحسيت كده ان هو هيبقى قليل شويه، فزودته شويه ميه وحطيت فيه مرقايه، وحطيت برضو كده فيه شويه سمنه، لان انا مش من النوع ان انا بدهن ما بين كل طبقه رقاق والتانية سمنه، لا انا بكتفي كده بالسمنه اللي في الشوربه. وفي الاخر خالص كده بحب ايه ادهن سمنه، عشان ايه يعني الطبقه اللي قبل الاخيره والاخيره، عشان تديها كده ايه لون حلو. خلاص دهنت طبعا الصينيه بتاعتي بالسمنه من تحت علشان ما يلزقش منك، ادهني طبقه سمنه حلوه كده ومعتبره عشان ما يلزقش منك في الصينيه. والطريقة دي بقى أحسن بصراحة. أنا كنت الأول باعمل إيه، باحط الرقاقية في الصينية وأقوم جاية حاطة عليها الشوربة. الموضوع ده لو انتي بتحبي الرقاق طري، لكن لو انتي بتحبيه ناشف هاتي بقى صينية كده وحطي فيها الشوربة وبللي كده الرقاقية بتاعتك زي ما انت شايفة كده، هتطلع معاكي اللي هي بتحرمش كده شوية، مش طرية يعني. لكن لو بتحبيها طرية اعملي بقى اللي هي ايه، ان انتي تحطي الرقاقية في الصينية وتحطي عليها الشوربة، هيطلع معاكِ كده مقرمش وبيبقى طعمه حلو جدًا. الرقاق بصراحة وهو مقرمش أحسن بكتير من وهو طري. خلاص بقى هاعمل الطبقات كده كلّها بنفس الطريقة، وهنا عشان كان الرقاق عندي مش مدوّر، كان اللي هو المربع ده، فعملته في الصينية المربعة دي، وعملت كده صينية على قدّنا يعني ما عملتش كتير عشان ما يتبقاش، لإن هو بصراحة لمّا بيتبقى برضه إيه طعمه بيغيّر وكده، فتعمليه أول بأول أحسن ما تعملي منه كتير وتسيبيه يتبقى وكده يعني. خلاص بقى هنا حطيت عصيجة اللحمة، وعايزة اقول لكم عصيجة اللحمة كانت طعمها حلو قوي، بس كانت حادقة شويتين مني. انا اليومين دول مش عارفة مالي بنسى كتير، فبدل ما احط الملح مرة واحدة حطيته مرتين. يعني هو المفروض بنحط مع اللحمة المفرومة اول ما خلاص كده لونها بيغير لما بتقلبيها تحطي الملح على طول، لان الملح هو اللي بيخليه كده مفرفطة ما تمسكش في بعضها. فانا حطيت ملح في الفترة دي، وبعدين مش عارفة ايه اللي خلاني احط الملح في الاخر، فهي طلعت حادقة شوية صغيرين يعني، بس الحمد لله خلصت وكانت كويسة يعني. الحمد لله ان هي ايه مش حادقة لدرجة ان احنا نرميها او ما ناكلهاش، لا كانت مقبولة بس كانت حادقة شوية. المهم بقى كده ايه خلاص خلصت بقى طبقات الرقاق كلها، وخلاص بقى انا باحب أوي من النوع إن أنا باحب أقطّع الرقاق قبل ما أدخّله الفرن، باحس لو أنا ما قطّعتوش كده إن هو بينفش في الفرن ومش عارفة يعني. أنا مثلًا أعرف ناس مش بتقطّعه قبل ما تدخّله الفرن وبيطلع معاها برضه حلو زي الفل، بس خصوصًا إن أنتِ بقى هتعملي الرقاق وهيطلع معاكِ ناشف كده شوية، ف فلازم تقطّعيه، لازم تقطّعيه قبل ما يدخل الفرن، عشان لو قطّعتيه بعد ما خرج هيكسّر منِّك وهتبقى التقطيعة بتاعته كده مش لطيفة مش حلوة، هتبقى منعكشة كده وشكلها مش لطيف. لكن قطّعيه كده قبل ما تخشي. أنا باحب كده التقطيعات الصغيّرة في الرقاق والجلاش والحاجات دي بتدّي شكل حلو، وكمان لو هتدّيها لطفل هياخدها كده في إيده وهياكلها كلّها. لكن لو قطّعتِ كده تقطيعة كبيرة ممكن مثلًا يقطم منها قطمتين والّا حاجة ويسيبها، فلأ التقطيعات الصغيّرة أحسن بكتير. أنا هنا قبل ما أدخّله الفرن قطّعته كده تقطيعات كبيرة، بس بعد ما يخرج هاقوم جاية مقطّعاه برضه كده بشكل حلو، بحيث إن هو إيه ما يتكسّرش منّي ولا يتبهدل ولا كده. حطيتها بقى في الفرن، وكانت هنا اللحمة خلاص بقى دخلت في السِوَى، وبُصّوا بقى هنا الرقاق بعد ما خرج كان حلو جدًا، بجد كان طعمه حلو أوي.
هو بس كان حادق شوية زي ما قُلت لكم، بس إيه، كان جميل بصراحة، وكان السِويّة بتاعه حلو أوي، بُصّوا من فوق عامل إزاي ومن تحت كمان، وما كانش اللي هو الطري اللي هو الطري أوي ده، لأ كان إيه، محرمش كده شوية، وكان بصراحة طعمه خطير. بُصّوا بقى، أنا هاحس هنا إن المكعب كبير أوي خصوصًا على أولادي، يعني أنا عندي أولادي صغيرين، فهيبقى كبير أوي المكعب ده عليهم، مش هيعرفوا ياكلوه وكده، فقُمت جايبة بقى إيه، المقص. أحسن حاجة باحب أقطّع بيها الجلاش والرقاق هو المقص، باحس كده إن هو بيطلّعوا شكله أحسن وأقيم من السكينة. السكينة ممكن معاكِ لو تلمة شوية هتخلّيه إيه، منعكش كده ومش هتطلّع لِك كده المربى بتاعه شكله حلو، لكن المقص بيقطّع معاكِ كده بسرعة وبيخلّيه شكله حلو أوي. وبس بقى هاقدّم كده لكل واحد في الطبق بتاعه، واحط له كده قطعة اللحمة بتاعته، وعلى فكرة اللي هي الخضرة اللي حطيناها مع اللحمة دي بتبقى طعمها حلو أوي، ممكن تاكليها بعيش بقى أو تاكليها كده بالمعلقة، بتبقى طعمها بصراحة حلو جدًا. بس وده كان بقى غدانا النهارده، وعملت كمان شوربة لسان عصفور، حسيت كده إن هي لايقة معاها شوية، فحطيت برضه كده معاها شوربة لسان عصفور، وده كان بقى غدانا النهارده، ما عملتش بقى ولا رز ولا خضار ولا أي حاجة، أنا اكتفيت بس بالأكلة البسيطة دي شدي وخلاص. حيلك كده على قد طاقتك، وربنا يديك القوة والبركة في الوقت والمجهود يا رب. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى باللايك الحلو والاشتراك وتعليقك كده اللي بيفرق معايا جدا. ان شاء الله الفيديو كده يكون خفيف على قلوبكم ويكون شجعكم تتحركوا كده، ولو كده بخطوات بسيطة. ما تنسوش بقى اللايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا معايا في القناة لو لسه مش مشتركين. ولو أول مرة بتشوفيني زي ما قلت لك في أول الفيديو، أنا أختكم يزيد، يسعدني جدا جدا وجودك معايا في قناتي. ده كان يومي البسيط النهاردة، أشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير، أسيبكم في رعاية الرحمن، مع السلامة.